طيب فضيلة الشيخ، الآن الثورات، هل ترى أنه هذه الثورات العربية، الشعوب المضطهدة المقهورة، تبقى في أمن وأمان مع ذل وهوان، ولا تثور وتنتفض وتبحث عن الحرية والكرامة وإن وقع شيء من الهرج والمرج؟ تثور وتنتفض وتبحث عن الحرية والكرامة وإن وقع شيء من الهرج والمرج. طيب دليلكم الشرع، الناس لما تسمع يقول لك كيف يعني إحنا الآن أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل؟ لا، هو إذا الناس كانوا هيشتغلوا هم فقهاء يستنبطوا من النصوص أحكام من عند نفسهم كده. لا، المشايخ اللي بيدافعوا. إنما نعم بالضبط، إنما العلماء يفرقون بين الحاكم الذي يقيم شرع الله ولكن تقع منه مظالم، وبين الحاكم الذي لا يعرف ربنا، ما يعرفش ربنا ولا يعرف شرع الله ولا علاقة له به، ولا يقيم حلالا ولا يحرم حراما ولا يقيم، ده شيء مختلف. واستدلوا أدلة قوية جدا جدا، من ضمنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واستدلوا بأنه إذا أمتي رأت الظالم وهو يفعل كذا وكذا فلم تأخذ على يديه فقد تودع منه. واستدلوا بفتوى عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعه. واستدلوا بأنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، حد الاستطاعة، فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فما دام يستطيع. واستدلوا بأنه كذا وكذا، استدلوا الحقيقة بأدلة كثيرة. إنما إذا انتقلنا من شريحة الحاكم الذي المنفلت تماما من العدالة، المنفلت من الذي يعتدي على الأعراض والحرمات، إلى شريعة الحاكم اللي هو عنده حكم مظبوط، لكن هو بقى طمع في فدان أرض من واحد فخده، وطمع في الفيلا اللي على النيل فخدها، وطمع في دي انحرافات شخصية مش انحرافات قانونية، مش انحرافات نظامية. الفقهاء فرقوا بين ده وده، واحنا لازم نبقى واقفين عند كلام الفقهاء. انما انت عايز اقول لي مثلا، طبعا حضرتك مش عايز كده، لكن عايز اقول لي مثلا ان القذافي ده نصبر ونسيبه لحد ما يجي سيف الاسلام القذافي بقى كمان؟ لا، مستحيل طبعا، مستحيل. ولو كنت وانا قلت هذا الكلام علانية، ومش قلته دلوقتي، انا قلته قبل 25 يناير، انا قلت من سنة ونص اسبق ومسجلة تلفزيونيا نازلة على الحلقات ان طول ما المظاهرات بتنزل وتروح مش هتجيب نتيجة. اليوم اللي هتنزل في الشارع وتقول مش هنسيب الشارع غير لما تتغير الامور، قلت لهم ستسقط الانظمة في ساعات. صحيح. وشاء الله سبحانه وتعالى، وده مسجل في عدة مرات، لأني كنت أنادي به وأنا أعرف أنني يعني ماذا أقول. الكلام ده سنة 2008 و2009 و2010، 3 سنين كاملة، غير اللي قلته قبلها بسنة ونص اللي كنت أقصده ده، قلته بوضوح. فالكلام واضح، وهو ينطبق الآن على ليبيا، وينطبق الآن على اسمه سوريا، بشار الأسد الذي يقتل الناس يعني بصورة الحقيقة